كل سنة زي دلوقتي في مسيرة بتحصل في القدس اسمها مسيرة الأعلام، بيقوم بيها المتطرفين اليهود بأنهم يلفوا في كل حتة في المدينة القديمة، وبيحاولوا إن هم يفرضوا عضلاتهم ويقولوا إن القدس بقت في إيديهم. وده بيبقى نوع من أنواع الاحتفالات بإن هم قدروا إن هم يسيطروا على القدس الشرقية. سنويا الكلام ده بيحصل، سنويا بيحصل استفزازات وبيتقال كلام مش كويس، وبيبقى فيه سب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكل سكان المدينة المقدسة سواء مسلمين أو حتى مسيحيين، وبيأذوا الجميع. النهاردة بقى مختلف عن كل مرة، لأن كل مرة اللي بيقف لهم وبيهددهم إن هم لو تمادوا هيردوا عليهم، وساعات كانوا بيردوا عليهم، كانت غزة. النهاردة غزة فيها اللي مكفيها، ربنا يكون معاهم يا رب في المصاب اللي هم فيه. النهاردة مفيش حد يوقفهم، بيحاولوا دايما ان هم يدخلوا معزة صغيرة، كائن صغير، اي حيوان من الحيوانات ديت علشان يذبحوه جوه، ويبقى ده نوع من انواع القرابين اللي بيدعوا فيه المخلص بتاعهم ان هو يظهر. المرة دي مفيش حد يوقفهم، المرة دي قاعدين بيتنططوا دلوقتي وانا بكلمكم جوه بحات المسجد الاقصى. ربنا يستر علينا جميعا.